السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقاء، يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا الزبدة وتسييح الزبدة كل سنة وانتم طيبين علشان رمضان. حاول ننزلها في البرطمان. عايزة أقرب لك السمنة وأوريكي سلاسل الذهب. شايفة الريحة، القوام بتاع الزبدة لسه هتمسك وهتصب وهتبقى تقيلة. المعلقة منها تعمل أكلة سليمة. طيب دي إيه؟ دي مش عارفة، المرجة، المرطة، اللبن اللي بيطلع من السمنة. هو ده لما بيستوي بيبقى باللون ده. بتضيفيها على معلقة فول، بتضيفيها تاكليها كده، طعمها خطير جدا وكلها زبدة وريحتها حلوة قوي. طيب عرفنا في الفيديو نسيح السمنة ازاي، نضاعف كمية السمنة ازاي لدرجة التسوية اللي تخليها سلاسل ذهب بالشكل ده. كل دي اسرار موجودة على مطبخ اكلة وسهرية. ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا القناة، هتلاقي المكونات سهلة جدا وبسيطة. زي ما احنا متعودين مع بعض ان اي استفسار على صفحة القناة على الفيسبوك انا بعمله عملي، ما بردش بالورقة والقلم قد ما برد بفيديو يوضح الوصفة اللي اتطلبت مني بتفاصيلها عملي مش نظري. طيب ايه الوصفة اللي جات لي على رسائل صفحة القناة على الفيسبوك؟ السمنة، وازاي نسيح السمنة، وهل فعلا السمنة ممكن تستوي او تبقى نية؟ طبعا. هل ممكن السمنة يكون ليها ريحة غير الريحة المعتادة بتاعت السمنة؟ طبعا. طيب الطريقة اللي ممكن ازود بيها السمنة من غير ما اثر على فعاليتها وطعمها ومميزاتها درجة الحلاوة بتاعتها، كل ده هنشوفه خطوة بخطوة. انا مش بسيح سمنة، انا سمنة بشيلها عندي بالشكل ده وبستخدمها طول السنة زبدة. اصح وافيد للجسم استخدام الزبدة زبدة مش سمنة. السمنة دي بتتهدرج فبتغلي فبتوصل لانها تبقى سمنة، فبتتخلصي من الحليب اللي موجود فيها، فبتفقديها حلاوتها وطعمتها والطعم البيور بتاعها في السمنة البلدي. طيب لكن حبايبي اللي بتحب تسيح السمنة، فانا علشان خاطركم هسيح ال2 كيلو سمنة دول. ده كيلو من السمنة وده كيلو من السمنة. طبعا السمنة ما تكونش مفرزة، تكون بالشكل ده طريه جدا. يعني حضرتك تطلعيها من الفريزر قبلها بيوم وتخليها على رف التلاجة تفك خالص من التلج وبعدين نتعامل معاها. طيب هرفعها على النار وههدي النار، هوريكي درجة الحرارة. دي درجة الحرارة اللي انا محتاجة اسوي سمنة، وزي ما باكد تاني بسوي سمنة. شوفوا مع بعض درجة الحرارة اللي هتسويه لي السمنه، مش هتسيح لي السمنه. انا عايزه السمنه تتخلص من كل الحليب اللي موجود فيها، فهسيبها حوالي نص ساعه لحد لما تسيح وتفك خالص، وبعدين هنكمل الوصفه مع بعض. كده السمنه ساحت اهي. كل ده لبن لازم يستوي وما يبقاش ليه اي وجود، والسمنه كلها تستوي. هسيبها كمان نص ساعه وبعدين هنشوفها مع بعض. كده السمنه بتغلي زي ما انت شايفه. كل ده اللبن اللي موجود في السمنه زي ما قلت لك بدأ ياخد لون اوف وايت بسيط جدا، لكن السمنه طبعا لسه ما استوتش. طيب في ناس بتحب تزود السمنه انها تضيف لها السمنه اللي هي المختلطه او السمنه بتاعت المزارع او السمنه العلب. يا جماعه الكلام ده كله بيأثر على السمنه البلدي وبيخلي ريحتها مش حلوه وبيفقدها طعمها وفايدتها وقوامها، وبيخلي طعمها بصراحة غريب جدا. ومع مرور الوقت بتحسي ان هي بقى طعمها مش حلو. حتى لو اضفتي الزيت، سيبي السمنة زي ما هي وزودي عليها اللي انت عايزة تزوديه وانت بتطبخي. يعني وانت بتطبخي تاخدي معلقة السمنة معاها معلقة زيت او معلقة سمنة نباتية او معلقة سمنة المزارع، اي نوع سمنة انت بتفضلي.
لكن انا بفضل السمنه البلدي بيور. وطبعا بستخدم معاها ازازه زيت بالشكل ده. بستخدم السمنه مع الزيت، لكن ما بضيفش اي مكونات على السمنه. طبعا هي لسه ما استوتش. طول ما الريم اللي على الوش ده كتير، وطول ما الريم لسه لونه ابيض، يبقى لسه السمنه اللي جوه دي لسه سمنه نيه، لسه سمنه باللبن بتاعها، لسه سمنه ما استوتش. طبعا ههدي عليها علشان اضمن ان السمنه ما تتحرقش مني. وطبعا ما تنسيش التقليب المستمر عشان ما تلزقش في الحله وتتحرق وتدي لون غامق عن لون السمنه المعروف، سلاسل الذهب. سمنه اللون الطبيعي ليها لون رايق، شايفه؟ وعايزه اقول لك الريحه بقى خطيره، الريحه تجنن. اسيبها كمان نص ساعه وهنشوف السمنه مع بعض. شايفين لون السمنه فتح، اللبن اللي على وشها تقريبا استوى. شايفين المرطه اللي تحت استوت، هتبدا تروق اكتر من كده. انا موطيه عليها النار خالص ومهديه النار جدا ومش سايبه ايدي منها علشان اللبن ده ما يلزقش في الحله. وريحه السمنه بقى ريحتها حلوه جدا. هسيبها كمان 10 دقايق. وش اللبن ده كله مش هيبقى موجود على الزبده، وهتبدا تروق وتصفر اكتر. بعد ما تروق بالشكل ده، شايفين السمنه راقت جدا. اطفي عليها بقى وسيبها لحد لما تهدى تماما. بعد السمنه ما هديت بالشكل اللي حضرتك شايفاه وراقت زي ما قلت لك، شايفه السمنه مستويه، المرطه بتاعتها مستويه جدا، اللبن اتبخر من الزبده وبقت الزبده صافيه من غير اي اضافات. علشان احفظ الزبده فلازم احفظها في برطمانات ازاز. ليه برطمانات ازاز؟ البرطمانات الازاز بتمنع دهننة الزبده. يعني ايه دهننة الزبده؟ يعني البرطمانات الازاز بتحافظ على ترميله الزبده. ده طبق هنضيف البرطمان ده عشان بعقمه ازاي؟ بمسكه زي ما هو كده على عين البوتاجاز من بعيد، افضل اسخنه على عين البوتاجاز كده، بضمن تنقيته وبضمن ان هو بقى معقم تماما ومش هيأثر لي على الزبده. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.